عندهاش بعد يعني نقول سياسي قال احنا باش نبينوا الناس بلي اغتصبنا الاراضي. هذه خريطه تاعنا عادي جدا، ولكن راك تبقى خريطه ينحو الشيء اللي عنده تقاليد وعنده شخصيه وعنده مبدا، وكاين اللي ما عندوش يتغنى بشعار. في الشان ما جاوش، في الشان في الجزائر ما جاوش على اساس انه لارويال الماروك متعاقد، الاتحاد المغربي متعاقد مع لارويال الماروك، وهما من حيث المبدا انه بلا الغرام يجوا بالغرام يا ما يجوش. كيف الاتحاد المغربي ما ولاتش الغرام، معليش ما نجوش نديروا تورنا نديروا رومبو ونجيو في طائره واحده اخرى ماشي مشكل. راح الموقف الثابت انه ابار هي ما سبونسور ابار ولا بيبليستي، هي مالك وعنده الشعار تاعو اللوغو تاعو، اللوغو تاع ابار في الخريطه تاع الجزائر تاع بلي لاكاف دازت تاع القوانين. نفتح معكم قوس رفيق، لانه بعد ما شفنا الخريطه الوهميه نزيهه من القميص امام اسياك ميموزا، اتحاد العاصمه واجه شباب قسنطينه اللي هو نادي جزائري. شباب قسنطينه اللي عنده في النادي الرياضي قسنطينه، النادي الرياضي قسنطينه تغيير، كانوا شباب قسنطينه والان النادي الرياضي قسنطيني. عنده المالك تاعو مالك ابار. في المالك تاعو كان هنالك شعار تاع الخريطه، خريطه الجزائر، وبعدها تحالف الاصوات وكان الكاف حرمت شباب النادي الرياضي قسنطيني من وضع شعار المالك تاعو بخريطه الجزائر. ما تعليقك رفيق وحيد، رغم انه ماهيش خريطه تاع الجزائر اللي صراع على اقاليم او شيء من هذا القبيل، ولكن احنا بما انه يقول لك شعارات وكل شيء الانديه ملزمه، هل هو في الإرادة من شباب قسنطينة، مع انه الكاف هي من الزمت شباب قسنطينة لنزع شعار تاع مالك النادي اللي هو ابا؟ شوف نتوقف انا قبل في هذا السياق في الثبات على الموقف. كاين اللي عنده تقاليد وعنده شخصيه وعنده مبدا، وكاين اللي ما عندوش يتغنى بشعار. قبل ما نلحق لك الخريطه هذه، ورغم انه قبل سنوات كان شباب نادي الرياضي قسنطيني يواجه مشاكل من عند الاتحاد الافريقي بسبب هذا الموضوع. الحمد لله احنا ما نبزنسوش بالثوابت وبالقيم وبالمبادئ، ما نبزنسوش بها، احنا نطبقوها ونمشيو بها، ولو ان يكون هناك نخسر من الناحيه الرياضيه، بصح نربحوا المبدا. كي قال الاستاذ حسني قال لك هما يا اخي كانوا يقولوا من الثوابت، اوكي ما نترجوش عليها. نفكر كان نهار لا كوب دافريك ايديسات دار في الجزائر. لا كوب دافريك كاين الشان وكاين لا كوب دافريك ايديسات، سي سا مؤهلات كاس العالم. في الشان لا ماهيش تاع كل كاس افريقيا اقل من 17 سنه لعبت كاس افريقيا. في الشان ما جاوش، في الشان في الجزائر ما جاوش على اساس انه لارويال الماروك متعاقد، الاتحاد المغربي متعاقد مع لارويال الماروك، وهما من حيث المبدا انه بلا الغرام يجوا بالغرام يا ما يجوش، من حيث المبدا. وكان يهضر هذاك جا المبدا وحنايا ودار بها البوليتيك ودار السيناريو تاع المرار، لانه الكاف مختطفه. ما جاش في الشان. لماذا ما جاش في الشان؟ لانه الشان بولوي كانت ليميديسيون هكذا سيتي ميديسيون في الجزائر، ممكن تكمل ما تكملش، منافسه غير قائمه بذاتها وخاصه بالافريق لي جوار لوكو هذوما ما كانش تهموا بزاف. ولكن 3 أشهر بعد ذلك لاجيري طابريتي لاكان ايديسات فئه عمريه قائمه بذاتها ومنافسه مؤهله لكاس العالم. هنا تبدلوا الموقف ثابت هذاك ولا يتبدل شويه ولا يترنح، فهمت، ولا يترنح الموقف الثابت هذاك. وي نو لا يا اخي ايديسات تاع المروك كيف الاتحاد المغربي ما ولاتش الغرام، معليش ما نجوش نديروا تورنا نديروا رومبو ونجيو في طائره واحده اخرى ماشي مشكل. راح الموقف الثابت لانه الايديسات حابين يروحوا لكوب دافريك، حابين يدوا كوب دافريك ولا يتاهلوا لكاس العالم، وجاو وما ثبتوش على الموقف. صافي هما يستعملوا هذه الشعارات من اجل مكاسب سياسيه، يستغلوا لاكاف ويضربوا لها المصداقيه تاعها لتحقيق اغراض سياسيه. طيب حنا نروحوا لقضيه شباب قسنطينه قبل سنوات، ونفس المبدا اللي حنا رحنا به لوطاس، انه ابار هي ما سبونسور ابار ولا بيبليستي، هي مالك وعنده الشعار تاعو اللوغو تاعو، اللوغو تاع ابار فيه الخريطه تاع الجزائر تاع البلد اللي هو خريطه معترف بها الدوليين وفي لوني وكلش، وما كاش اشكال في هذا الشيء.
هما يتويزاوها لا فوا باسي لاكاف قال لك نو تبقى خريطه. سي بو صح حنا هذا شديناها ماشي مشكل خريطه. على ليبوكا ماشي هاد الخطره من قبل منعوهم قال لهم هذه خريطه وتتعارض مع القانون الماده 59 من قانون الالبسه تاع لاكاف اللي تقول لك سي ميساج بوليتيك ووتر ما تقدرش تجوزوا على الاقبصه. وراحوا مام في تاع الانترناسيونال بورد لارتيكل 4.5 اللي يقول لك تو ميساج بوليتيك اللي ما عندوش على القمصان ماشي من حقك ديرها. وكي تروح لا فيفا كي تروح لو ريغلمون ايكيبمون فيفا اللي تكلمنا عليه يتكلم لك حتى انه ما ديرش على الاقبصه لا خريطه لا صوره لا اقليم ولا تعطي الانطباع على ذلك. كل الاقبصه في منافسات الافريقيه ما كاش الدوليه يعني الدولية. يقول لك حب يقول لك لو ميساج بوليتيك ممنوع وما عندكش الحق دير خريطه تاع بلد او صوره بلد او اقليم او تعطي الانطباع على ذلك. يعني الامور واضحه. احنا سي فري الخريطه تاع الجزائر ما عندهاش بعد يعني سياسي قال احنا باش نبينوا الناس بلي اغتصبنا الاراضي. هذه خريطه تاعنا عادي جدا ولكن تبقى خريطه ينحوا الشك. يعني كاين 209 بلد منضوي تحت لواء الفيفا. دوك كان يقول لك وي هذه خريطه تاعك وهذه ما فيهاش مشكله فيها نص مشكله فيها ربع مشكل تفتح من بلاش لو طاس ما يقدرش يعالج كل القضايا وبالتالي يقول لك مام تاع بلادك ما ديرهاش باش نحيو الشك. مام تاع بلادك ماشي مشكل نحي الخريطه يعني ما الخريطه كذا ممنوعه تاعك ولا مغتصبه ممنوعه باش ينحوا الشك وباش ينفوا ياخذوا ديسيزيون حتى ولو لا تكون عرضه لاحتجاج مام باش ينحوا الشك غدوه هما باش ما تفتحش من بلاش. من بعد يجوا يعني صراع بين بلدين يقول لك لا خصنا نجيب ديسيزيون تاع لونو تتخلط. يعني شويه لو طاس سي لاسبي شويه سبورتيف اكثر منه بوليتيك باش ما يصعبوهاش على رواحهم. يقول لك نو نحي لاكاف راح بهذا الشيء قال الخريطه نحيها سي بون حنا التزمنا نحيناها. هذه المره ابار كيعاودوا داروا اللوغو تاعهم مام اللي فيه خريطه فيه الخريطه. كوم حنا دافعنا عن المبدا وقلنا على ليبوك لاكاف ماشي قلتوا للسياسي بورتو خريطه تاع ابار جايه في اللوغو وتمثل الجزائر وفيهاش اغتصاب لاي اراضي اخرى ونحيتوها يتيليزيناها ضدهم. والقانون يقول واضح انه ممنوع ميساج بوليتيك. هاي سي ما كاش فيه ميساج بوليتيك حتى الخريطه تاعنا اللي حقنا نحيتوها لنا. طيب ما دام ربحنا القضيه ضد الكاف والاتحاد المغربي ونهضه بركان من حيث المبدا وقلنا الاقاليم ممنوعه مهما كانت. لافاف واش دارت؟ عيطت للسياسي ما نفتحلكش بلاش انايا ما نخليش المكسب اللي درتو والصفعه اللي مديناها للمغرب وخليناكم اليوم تدخلوا بدون خريطه وهميه انه تفتحوا واحد لابراش وباش ديتونيو الحديث ونهضروا على خريطه الجزائر ولا لا داروا مع هاي سي بون. عيطوا لهم لا فيدراسيون قبل ما نحطوا لو مايو قبل الاجتماع التقني بنهار قال لهم معليش. يقول لك في الاجتماع التقني ماشي في الاجتماع التقني ماشي في الاجتماع. انا تواصلت مع لا فيدراسيون قلت لهم ماذا حدث؟ قال لي تشفاو يا اخي كي نحاو هذا لاكاف احنا نثبتوا على لاكاف. قلت ممنوع ماشي ممنوع احنا نحترموا قوانين تاع لاكاف. قلت ممنوع صافي 5 اونارير اي ممنوع ماشي مشكل. اذا لاكاف عملت لاكاف عيطت قبل سنوات قلت للسياسيين نحيوها خريطه تقال. احنا عيطوا للسياسي قالوا احنا معليش نحترموا القوانين تاع لاكاف ممنوع الخرائط اي ممنوع الخرائط. قالوا اصحاب السياسي نحيوا الخريطه تاع الجزائر معليش. اذا لما عرضوا لو مايو عرضوا هذا اللي يلعبوا به ما فيش الخريطه. لي ماروكا حبوا يروجوا على اساس لاكاف نحات حابين خلاص الناس تخبط حابين يسيبوا اي حاجه يشدوا فيها يقول لك شوف كيفاش لاكاف ما صفعتناش لاكاف. حنا استبقنا الاحداث وبينك وبين نحترموا القوانين وما نلعبوش بالخريطه تاع ماشي مشكل لانه حنا ثابتين على مبدا وهو احترام قوانين الكاف.